بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه مع الفطام. الفطام اهم حاجه في مشروع الارنب، ان انا يجي لي خير، يبقى عندي خير في من اول الولاده، بعد كده ابدا ارضع رضاعه حبيسه، بعد كده افطم، بعد كده يطلع عندي الخير اللي احنا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. الفطام ده اهم حاجه في الشتاء، يتدفى وبقى كويس، هيكبر معايا وهيحول معايا. في الاول زي ما احنا قلنا لازم نقلله العلف، لازم نخلي العلف بحساب. العلف بتاعي يبقى عند الفطام في الاول بحساب من 30 ل 35 جرام ل 40 جرام، ده اقصى حاجه للارنب. انا نقلته كده هنا في الناحيه دي، كان في الناحيه الثانيه علشان الجو برد، فالنهارده نقلته كده وقلت اما احطه في مكان يكون دافي، ليه دافي عليه ويكون كويس علشان التحويل بتاعه يبقى كويس، والارنب ما يجرالوش اي حاجه. طبعا نسبه الدفى بتاعه، الاكل بتاعه، الميه بتاعته، ده كله بيفرق مع الفطام. طبعا قلنا من اهم حاجه الدفى بتاع الارانب. الخلفات الصغيره دي لازم التدفئه بتاعتها كويس قوي، زي ما قلنا بنشارة خشب، بقش الرز، باي حاجه، من اول الولاده، من اول ان انا بهتم بالام العشار لحد ما تولد وربنا يكرمها كده، واخد الارانب الصغيره دي من تحتها وتكبر معايا، وبعد كده اهتم بيهم. بعد كده زي ما قلنا الفطام اهو زي ما قلنا لازم الاكل بتاعه الاول بيبقى في حساب، بعد كده بملاله بقى المكلف، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان معدته خدت على الاكل، اتعود على الاكل، يكبر معايا ويحول ويدخل بقى يوزن كيلو، يوزن 2 كيلو. بنقلل الاكل وبنظبط الاكل بتاع الارنب، بعد كده نفتح له العلف. نفتح له في العلف يعني ايه؟ مره الصبح ومره بالليل. لازم العلف يبقى عند الارنب طول الليل، ياكل ويشرب. طول ما هو بياكل ومتدفي والاكل بتاعه كويس ونضيف، خلاص يبقى نسبه التحويل استنى ان شاء الله بعد بالظبط من اول ما افطم لحد بعدها بشهر، استنى بقى اوزن بقى، احط على الميزان واتبسط بقى بالوزن بتاعي. ناس كتير بتبعت وبتسال بتقول الفطام بعد ما بنفطمه بيموت. الفطام بيموت، اهم سبب رئيسي من موت الفطام هو البرد في الشتاء. بعد كده مثلا لو انا مش باكله علف كويس بيجيله اسهالات، بيجيله انتفاخات، بيموت. دي اكتر مشكلتين بيقابلهم الفطام وبيموت عندي نسبه كبيره من الفطام طول ما هو كويس معايا ومتدفي معايا وبياكل كويس وبيشرب كويس، ان شاء الله اتوقع ان هو يبقى معايا كويس. انما طول ما انا البرد، فيه برد داخل عليه او العلف بتاعه مش جيد، يبقى انا مفيش تحويل، مفيش اي حاجه عندي بالنسبه للفطام. انا حاطه مثلا هنا كده علشان العيون دي المكالف بتاعتها عاديه، مش المكلف بتاع الفطام. حطيت كده كل خمس ارانب او 6 ارانب في عين اهو، شايفين اهو، كل 5 أو 6 ارانب في عين مع بعض يدفوا بعض ويبقوا كويسين. واهتم بان انا اقفل كويس حوالين الارانب اهو، المكان متقفل كله كويس، اي تيار هوا جاي احافظ عليه وانا داخله اقفل الباب. يعني دي كلها حاجات بسيطه وامور بسيطه ما تاخدش مني، بتكلفنيش حاجه او ما بتكلفنيش مجهود او فلوس، ان انا احافظ على الفطام بتاعي. لان الفطام بتاعي ده زي ما قلنا 60 يوم 70 يوم ابدا ابيع، علشان اولا العلف غالي، ثانيا ان انا اخلص بقى، اشوف ان انا بعت ده لحم، خدت ده سلاله، ده امه، ابقى عارفه مثلا الظهر بتاع الارنب كويس وحلو. يعني كده لما نشوف كام ارنب كده من الفطام. بسم الله ما شاء الله. شايفين ظهر الارنب الاسود ده؟ بسم الله ما شاء الله. ظهر الارنب الاصفر ده برضو ما شاء الله، الاصفر ده بسم الله ما شاء الله، ظهره عريض برضو حلو. في كام حته باقيين برضو بسم الله ما شاء الله عليهم. الحته الهله دي بسم الله ما شاء الله برضو اهو، بسم الله ما شاء الله، كلهم اهم بسم الله ما شاء الله. في سويد وفي بابيون وفي دوتش وفي كل حاجه، في اهو. والابيض ده ما شاء الله برضو حلو، ظهره حلو برضو كويس اهو بسم الله ما شاء الله. دول كلهم لسه فاطمينهم من عند الامهات، يعني ما كملش اسبوع او حاجه، بسم الله ما شاء الله كويسين. لان الامهات زي ما انتم شايفين كده 2 بداوا يولدوا، وفي كمان حوالي 6 باذن الله كده على وش
ولاده من يوم 11 ليوم 16 باذن الله هيكون في ولادات عندي كتير، هيبقى في فيديوهات ولادات وفي فيديوهات مفاجآت كتير، المفاجآت بتاعه الولاد. اهتم بالفطام ازاي؟ ادفيه كويس، اهتم بيه ممكن شويه فيتامين في الميه، اديله تجريع، اعمل له خلطه البرد الطبيعيه كوقايه مره كل اسبوع او مرتين كل اسبوع، مره الصبح ومره بالليل زي ما قلنا. نحط ينسون على بصل على ليمون ونحملهم في الخلاط ونعصره كويس قوي، ونقوم حاطين للارانب تجريع في بقهم، ده هيديلهم مناعه وهيحميهم من دور البرد. دور البرد ده غصب عننا كلنا بيجي للارانب. ليه؟ لان ممكن تيار هوا جاي وانا مش قصدي دخلت وما قفلتش الباب، دي كلها حاجات عاديه بتحصل في عند كل الناس، مفيش اي مشكله منها. انما ان انا احافظ ده بايدي انا بقى، بايدي انا احافظ عليهم، اهتم بيهم زي ما قلنا. شكاره العلف اللي بتفضى اهو، شايفين حاجه سهله قوي بسيطه. شكاره العلف اللي بتفضى بقوم حطاها كده فوقيهم كده اهو، بس كده، مش حاجه يعني صعبه ولا اي حاجه. ليه؟ لان بالذات بالليل الجو بيبقى برد، احنا في شهر واحد، يعني ده اكتر حاجه فيه برد في السنه كلها، فلازم احافظ. الارنب الصغير ده لو جاله ده دور البرد او انتفاخ ممكن يحصل من البرد، الاسهال ممكن يحصل برده من البرد، او لو بياكل علف مش جيد. بس احنا الحمد لله العلف بتاعنا جيد، ما فيش عندي اسهالات، حتى شايفين المشمع نظيف اصلا، انا منضفه وما فيش اي حاجه فيه. الزبلايه بسم الله ما شاء الله ناشفه وما فيش فيها اي حاجه. اسهال بقى يجي، ممكن الاسهال يجي من دور البرد، يبقى انا كده اهملت، يبقى انا كده في تيار هوا داخل على الارانب، في حاجه مشكله عند الارانب، اقف بسرعه واعالجها واشوف ايه المشكله عندي اعالجها بسرعه. ده الاهتمام بالفطام. طب الام ازاي ان انا اهتم بيها؟ الام العشار اللي عندي على وش ولاده. تعالوا بقى، انا قسمت الحلقه النهارده لقسمين، الام العشار والفطام. شايفين الام البلدي دي بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيها ويحميها، هي متلقحه من ذكر هجين بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين بدات تكبر وبسم الله ما شاء الله عليها كده، يعني ايه داخله على 3 كيلو، ربنا يزيد ويبارك. دي اخر حته عندي من الارانب البلدي، قلت اما القحها من الارانب الهجين علشان لما ناخد منها سلاله تبقى خليط ما بين البلدي وما بين الهجين، يعني تاخد من ده ومن ده. كان جالها حتى تصمغ وانا عملته لها وعالجته لها بالاكتوميثرين، سبتها كده. هي النهارده بسم الله ما شاء الله هي هتولد باذن الله يوم 16/2، لان التلقيح بتاعها يوم 16/12. انا جسيتها لقيتها بسم الله ما شاء الله. شايفين حتى الارنبه بدات تفرد وكبرت ازاي. حتى الارانب البلدي اللي كان في الفيديوهات اللي قبل كده اخواتها كانوا بيتلقحوا من الارانب البلد العاديه، من الذكر البلد العادي، كانت حجمها قليل، تحس ان حجمها كده قليل في الفيديوهات. ارجعوا للفيديوهات الارانب البلدي كده اللي كانت على الارض تلاقوا حجمها قليل. دي بسم الله ما شاء الله فرشت يعني كبرت كده وبقت حلوه بسم الله ما شاء الله، طبعا بفضل العلف كويس، وان هي ما شاء الله كبرت برده في السن وبقت كويسه معانا. دول اللي عندي بقى لهم حوالي سنه وشويه، فانا قلت كده اما اسيب واحده اجرب كده يكون سلاله خليط ما بين البلدي والهجين. انا خايفه بجد، ابعتوا لي بقى في التعليقات قولوا لي، خايفه بجد اسيبها على الارض يجرى لها حاجه، يجي لها تتعب، يجرى لها مشكله، فانا كده يبقى انا كده خسرت الارنب. فانا وابعتوا لي في التعليقات وقولوا لي اعمل ايه معاها، اسيبها كده في السلاكه فوق ولا احطها على الارض تاني زي ما كنا بنصور الفيديوهات اللي على الارض. احنا كده انا قلت ما اقول لكم كده تشاركوني في التعليقات، هستنى تعليقاتكم تقولوا لي اعمل ايه مع الارنبه البلدي دي. ان شاء الله هي هتولد بعد حوالي 14 يوم بسم الله ما شاء الله. الخلفات في بطنها كبيره، ربنا يزيد ويبارك يا رب. باذن الله هعمل لكم فيديو ربنا يسهل كده وما يجرالهاش حاجه وهي بتولد، لان هي اصلا ولدت كام مره قبل كده، هي مش بكريه ولا حاجه الحمد لله، هي ولدت كام مره. فانا قلت ملقحها من الذكوره الهجين، هيبقى الحجم الاجنه طبعا هنتعلم فيه معاها بقى ونشوف ايه السلبيات وايه الايجابيات. ممكن احنا قبل ميعاد ولادتها مثلا يوم ال29 او يوم ال30 نديها نص سم طلق ونساعدها انها تولد بسرعه. حجم الاجنه ممكن يبقى كبير عليها، فاحنا زي ما قلت لكم هي زي التجربه كده بنعملها مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل معاها. فانا قلت برضو تشاركوني الراي ان انا مش عايزه اسيبها على الارض عشان ما يجرالهاش اي حاجه. حتى هي ودنها فيه ودن من ودانها من
من اثر التسمم برضو ودنها تعبانه، فانا هكمل علاجها ان شاء الله. بس حاجات ظاهريه بس، ليه؟ لان هي عشار 15 يوم، فما ينفعش 15 16 يوم، فما ينفعش ان احنا نديها الفوماك دلوقتي او نديها حاجه دلوقتي. لو في ودنها اي مشكله انا هشوف بس التسمم اللي فيها مش كتير، بس احنا نحط نقطه اكتوميسين هنا ونقطه اكتوميسين هنا عشان ما تتعبش، عشان نفسها برضو، عشان هي دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك العشار بتاعها كبير، فلازم نتعامل معاها بحذر. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلاص بدأنا نشطب فيه. اتكلمنا النهارده عن الفطام، ازاي ان احنا نهتم بالفطام، وازاي احنا نحافظ عليه من البرد ونحافظ عليه من الاسهالات والانتفاخات، وازاي برضو ان احنا نهتم بالام العشار ونحافظ عليها من اي مشكله عندها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرضاكم، نال اعجابكم، كن دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله في تربيه الارانب على الارض او في السلكات، بلدي او سلالات. يا رب كده يكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. احنا داخلين على 45,000 مشترك، ربنا يبارك فيكم يا رب، مجهودكم معانا وفضل متابعتكم لينا، ربنا يجازيكم كل الخير. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل السيدات على رقم الشخصي 010 62 815 093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحاج 010 646 19771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.